السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا احنا قبل كده قدمنا لكم فيديو لطريقة الكبدة بالردة وطريقة العمل المخ مع الشيف مصطفى قبل كده، والنهارده هيورينا طريقة عمل الجمبري والفيليه. احنا عشان نختصر الفيديو ما بنعملش كل شوية طريقة جديدة. هنجيب قطعتين جمبري، قطعتين فيليه سوري، وكم قطعة جمبري. هيورينا بس طريقتهم بتتعمل ازاي عشان خاطر ايه توصل للمشاهدين وتبقى سهله. تمام. فهو قال لك احنا هنقصر المشوار، بدل ما نعمل ده فيديوهين الجمبري والفيليه، ده فيديو ده فيديو، فاحنا هنعمل الاثنين في فيديو واحد عشان نلخص الحكايه للناس. وغير كده وكده هتبقى هي اصلا طريقه عملها هي الجمبري. أيوة زي الفيليه يعني سهله وجميله ان شاء الله. طريقه دي زي دي بالظبط باذن الله. خليكم معانا وهنشوف الفيديو بيتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا في عمايل الجمبري والفيليه. ده يا شيف ده انت متبله اصلا ولا ده ايه؟ متبل، لازم يبات قبلها بيوم. ده يعني عكس المخ والكبده. يعني ده ممكن يستحمل، بس هو ما يزيدش عن يومين. عشان لما بيزيد عن يومين بيتهري. تمام، يعني اتبله قبلها بيوم. يعني مثلا انا هعمل الاكله دي مثلا بكره، اعملها انا قبلها بيوم مثلا بالليل. تمام. اتبله واجهزه في الطبق بتاعي او في الحله بتاعتي واحطها في الثلاجه. ابدا شغل مثلا في العصر عشان اجهز الغداء للاولاد مثلا. هبدا اطلع الفيليه والجمبري من الثلاجه، يكون الزيت بتاعي جاهز. انا طبعا مجهز كل حاجه من بالليل. التتبيله بتاعتها تبقى تومه، هي نفس تتبيله الكبده والجمبري المخ سوري، بس هو ده بيبقى توم ابيض بس. توم ابيض بس بيتحط على التومه البيضه. مثلا لو انا مثلا هكلف جايب نص كيلو جمبري ونص كيلو فليه، يتقطعوا بقى نص ونص، ادي الكيلو. تمام. بعمل بمقدار 5 فصوص توم او راس توم مثلا. تمام. بضربها في الخلاط زيها زي تتبيله الكبده، بتتحط في طبق، بتحط عليها سنه ملح خفيفه وسنه كمون واعصر ليمونه. ولو حبيت مثلا احط سن الكركم، حبيت ما حطيتش ما حطيتش. بس هو الكركم عامه جميل حلو صحي ومفيد، يعني بيدي صفار للجمبريه وانت بتاكلها يعني كده. كلون مش كطعم. كلون، وهي يعني حلو مش وحش. تمام. كده بقى احنا عملنا الطريقه هي اللي كلفناها. طبعا احنا مكلفينها من بالليل. تمام. دي بايته من امبارح كده. دي بايته من امبارح، واحنا دلوقتي هنبدا. قلنا نطلعها من الثلاجه، طلعت. هنبدا بقى نشيل الجمبري والفيليه نحطها الناحيه دي. بس يا شيف طبعا الفيليه والجمبري نفس الطريقه ونفس الموضوع. يعني هما الاثنين زي بعض في التتبيله. بس يختلف كل حاجه. بس احنا يعني عشان خاطر بس المشاهدين يبقوا فاهمين ان احنا عملنا الاثنين مع بعض، عشان هو اصلا نفس طريقه ده نفس طريقه ده، اللي هو الجمبري والفيليه نفس هي الطريقه. طيب تمام. بس حضرتك برضو عشان برضو نفصل للمشاهدين، اللي هو الدقيق غير الدقيقه بتاع الكبده. عشان ما نقولش يبقى زفره. ده بيبقى دقيق زيرو. تمام. ابيض. تمام. بس في بصمات برضو صح؟ لا ما فيهوش دقيق ابيض بس. ده هو دقيق زيرو. مش بلدي. درجه اولى. تمام. اللي هو بتنزل كده الفيليه اهون زي ما قلنا برضو في اول الفيديو، اللي احنا جايبين حاجه كميه بسيطه، يعني هنحطها ده في جنب وده في جنب. يعني يا شيف انا عايز افهم حاجه، يعني هو الدقيق ده ما فيهوش بصمات، دقيق ابيض بس. دقيق ابيض درجه اولى، دقيق ابيض، اللي هو ال5 نجوم او جلد الجمل. تمام. ليه بقى؟ عشان الجمبريه تطلع بيضه. انا ببدا اتبل الجمبريه اهون. تمام. هنبدا مثلا ما بتحطلهاش بصمات يا شيف؟ لا، بصمات هتبقى ناشفه وهتنطر اللي فيها. وهتنطر اللي فيها. يعني الدقيق هي يعني مثلا ادي الدقيق اهون. لو بقسماط مش هيمسك فيها. كده. تمام. يبقى ادي الدقيق، ادي الجمبريه نهزها كده ونحطها في مصفى زي كده اهي، اتحطت اهي. هنروح لناحيه الحنفيه نبلها بله خفيفه. المشاهد مثلا هيقول لي ليه بتبلها؟ عشان هي تاخد من الدقيق دون اهون. الدقيق هيخلي الميه هتخلي الدقيق يمسك اكتر وتمسك حته شويه الدقيق كده كده، تصبع الجمبريايه عشان تطلع. تدوس عليك وانت بتبصمها كده، هتبقى مفروده مع حضرتك اهون كده.
المشاهد مثلا ممكن يقول لي الدقيق ده ما هيوزن. لا، احنا بنعمل في البيت على اساس ابنائنا ممكن يستوي من غير دقيق يبقى شكله مش ظريف، انما بالدقيق والحاجات دي لازم تبقى طالعه عشان نديها تيست وكده. جميله. ادي الجمبري خلصنا منه وحطيناه في الدقيق، بيقعد مثلا بتاع 5 دقائق او 10 دقائق في الايه، في البتاع. او طبعا احنا مستعجلين مش هيكمل دقيقتين في الدقيق. الفيليه نفس الكلام. بس احنا لو عملناه على طول زيرو. مش هيبقى فيها حاجه. لا، هتتعمل على طول عادي. بس يعني مثلا انا مثلا مستعجل وعايز اعمل لهم الاكل مثلا، والاولاد مثلا جعانين، هنعملهم بسرعه. اللي احنا نبلها ميه جامد اهيا كده اهون، معلش كده اهون. طبعا ست البيت ايديها هتبقى فيها دقيق، هتروح فركاها معلش كده، هتروح حطها مثلا على جنب. يعني هو المفروض انا ما احطش على الدقيق دوت اهون كده على جنب اهون. تمام. يبقى انا ايدي ايه، نضيفه. وادي الجمبري والفيليه. طبعا احنا هنقول مثلا الزيت، لا الزيت احنا اهون جاهزين مثلا. بس طبعاً هنا الزيت ده يا شيف غير الزيت بتاع الكبده والمخ، غير الكبده خالص. اه اهون هنبدا مثلا لسه حاطينه اهو، مش حاجه ابيض. طبعا هتقول لي مثلا درجه الحراره بتاعت الزيت بتاعت الجمبري والفيليه لازم تبقى 50% على من درجه حراره المخ والكبده. ليه؟ عشان لو انا نزلت الجمبريايه والزيت سخن، يعني مثلا انا بشوف كده بجس الزيت لسه مثلا ما سخنش، بقلب فيه سنه عشان ما ايه، ما يلسعش مني. تمام. طبعا لو انا نزلت الجمبري والزيت سخن جامد بيتشعف من بره، بينطر الدقيق اللي فيه كله. تمام. انما لو الزيت بارد زي كده مثلا، يعني احنا بدأنا مثلا ايه، ادي مثلا مقداره ب 30%، هنستنى عليه مثلا ثانيتين كده، علينا النار شويه معلش هنزعج المشاهدين. طبعا المشاهد مثلا ممكن يقول لي طب انت ليه بتقلب في الزيت؟ ده سؤال انا كنت لسه هساله لك. يعني برضو احنا ايه لازم نوضح للمشاهدين، احنا بنقلب في الزيت عشان هو لما بيسخن من تحت. لما انا بقلب فيه كده كله بيسخن، ما يلسعش من تحت وفوق يبقى لسه ايه، ساقع كده. الزيت بدأ يعمل ايه، نقول الحمد لله اللي هو بدأ يسخن. هنبقى عاملين كده ايه، الفيليه اهون، حتتين الفيليه اهم كده. تمام. يعني الفيليه ممكن ياخد مثلا من 5 دقايق ل4 دقايق، يعني 4 ل5. لو انا مقطعه رقيق زي كده مش تخين قوي هيبقى بالظبط 4 دقايق. تمام. يعني ادي اهو. ما نزلتش ليه الجمبري معاه شيء؟ ما هو ما ينفعش، هو ممكن ينفع لو انت في البيت ممكن تحط ده مع ده، بس طبعا لوحده ليه؟ ده برضه سؤال حلو. الجمبري ممكن لو نزلته مع الفيليه وانا بقلب كده يتكسر. تمام. الفيليه ما تتكسرش. ليه؟ بص انا بحب مثلا اطلعها نص سوا او اسويها على طول، بس لازم تاخد هدنه على الايه، تنزل اللي فيها اللي هو الزيت اللي جواها يبدا ينزل من السخونيه. ولو كانت مجمده او حاجه انا برضو نسيتها في الثلاجه مثلا مجمده، اروح منزلها بعد مثلا نص دقيقه بالظبط اهي شوف كده. بص بص بص، شوف الجمبريه بدات تطلع الفيليهيه ازاي من الزيت لوحدها. هي بتقول لك انا خلاص اهو قدامي نص دقيقه او دقيقه وتستوي. تمام. المشاهد مثلا ممكن يقول لي ايه، ما انت قلت 4 دقايق. قلنا برضو الكميه لو كتير بتاخد وقت في السوا، انما لو كميه صغيره بيبقى الزيت صغير، هي بتبدا تستوي بسرعه. بدل ما بتاخد 4 دقايق لا هتاخد 2.5 دقيقة. هي كده يعتبر استوت. وبرضو عشان الناس اللي بتاكل، دي ناس ذوقيات، في ناس بتحب تاكل الحاجه ناشفه، وفي ناس بتحب تاخدها ايه، طريه كده شويه، اللي هي تحس بطعم الايه، الحاجه. تمام يا شيخ. هنبدا مثلا كده اهو. خلاص احنا دخلنا دلوقتي مثلا في بتاع 1.5 دقيقة. تمام. هو خلاص اهو. المشاهد عشان ما يقولش مثلا انت ما انت قلت ده 4 دقايق او 3 دقايق، زي ما قلنا برضو قبل سابق، اللي هو عشان الكميه صغيره هتطلع بسرعه. هنبدا نهدي الزيت عشان الزيت ما يلسعش مننا، عشان الكميه قليله زي ما قلنا.
وادي الفيليه طلع. الهنا والشفا، نسينا نعمل طبعا. تمام. هنجيب الطبق، معلش كده. ادي ده عشان الوش التاني من الميه اللي هو عمل. بص الفيليهايه، الهنا والشفا. اتفضل يا شيف. ادي الفيليه ده. لو الله هو ينور عليك يا شيف بصراحه. ده لو هو وش واحد، لو وش واحد الفيليهايه هتبقى الدقيق دون مش موجود، مش هتبقى تاخد معاك اللي هي ايه الندغه. ايوه برضو، ولا احنا حاطين اللي هي منشفاها، ولا نخلي الايه اولادنا يزعلوا من الاكل. هنخش بقى على الايه، على الجمبري. هنقول مثلا هو الجمبري والزيت بيتعمل في الجمبري والفيليه يتعمل في نفس الزيت. ايوه، عشان الاثنين اسماك. وطبعا عشان انت بتحط في التتبيله ليمون، ما بتحسش باي زفاره في الحاجه. ادي الجمبري اهو. هنبدا نشيله من الدقيق واحده واحده اهو. طبعا هتقول لي مثلا الجمبري معلش بقى، احنا كميه بسيطه عشان ايه نوري المشاهدين بالراحه اهو. هنستنى الكميات دي هي اللي بتتعمل في البيت، ما انا مش عايزين نعمل كميات كبيره عشان برضو من ايه ما نخضش ست البيت. الناس تبقى فاهمه تعمل. ايوه. ادي الجمبري مثلا بعد بالظبط 30 ثانيه. بص ادي كده يعتبر نص سوا. كده نص سوا. تمام. هديت الزيت عليه يعني اول مره. بص ادي الجمبريايه اهي. في ناس بتاكلها كده. تمام. طبعا دي اللي هي ايه، بيقول لك انا باكل الحاجه بتاعتي طريه اللي هي نص سوا. طبعا احنا هناكل المشاهدين كلها. يبقى احنا ايه نسوي تاني. ادي نزلت. ده بيقعد في الزيت قد ايه يا شيخ؟ الجمبري من دقيقه ونص زي الكبده، او ممكن اكتر من الكبده شويه، او دقيقتين. ده لو الكميه بسيطه والزيت كتير. انما لو كميه كتير بقى وزيت كده زي موجود، ممكن ياخد في 3 دقايق اللي هو السوا الطبيعي بتاع الجمبري. تمام يا شيخ. كده بدأنا يا فندم اهو. احنا خشينا مثلا كده في دقيقه مثلا و20 ثانيه. هنشوف استوى ولا ما استواش. ما شاء الله، لا استوى منتهى الروعه اهو. ادي الجمبريايه. طبعا هنقول برضو هو شايل دقيق. لا، مش شايل دقيق، يعني هو ده الطبيعي بتاعه. يعني احنا مثلا لو ورينا الشيف كده، حتى وهو بيقطعه وياكله هيحس بجماله. لا بصراحه ما شاء الله والله يا شيخ. انما هو لو ما عليهوش دقيق مش من بره ومستوي من جوه. لا 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 لا، عشان النار هاديه وطالعه اللي احنا قلنا عليها ايه، تبقى 40% درجه الحراره بتاعه السوا بتاعها. تمام يا شيخ. ده كده حضرتك الجمبري فيليه، الكبده والمخ. وزي ما يا شباب شفتوا طريقه العمل. طبعا يا شباب شفتوا طريقه عمل الجمبري والفيليه طبعا مع الشيف مصطفى اللي قدم لنا قبل كده الكبده بالرده، وقدم لنا ايه المخ. فشيف انا في سؤال يعني عايز اساله لك من بدايه الفيديو. اتفضل. هو الجمبري ده اجيبه اسمه ايه او نوعه ايه لما اروح اشتريه؟ هو والفيليه. الجمبري اللي هو البلدي من عند بتاع السمك. اجيب بلدي هيبقى مكلف. احنا بنقول حاجه على قد الايه تناول الايد. يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي بجمبري اللي هو الاماراتي. تمام. جميل مستورد ده. جميل. تمام. الكيلو كيلو، وهو بيجي كيلو 300 على الكيس بتاعه. تمام. هو يعني هو دلوقتي عامل من 170 ل 180 جنيه. تمام. يعني مثلا نخش مثلا في 190. طعمه حلو زيه زي البلدي. جميل. انت دقته حضرتك؟ تمام. هو جميل. طعمه حلو. انا اصلا يعني افتكره بلدي اولا. لا هو ما شاء الله جميل. وما بيخسش. تمام. وما بيقرش بقى زي اللي هو الصيني والحاجات دي. احنا ما بنعيبش في اي حاجه. تمام. بس هو احنا بنتكلم على المنتج اللي احنا بناكله جميل. الجمبريه دي اماراتي جميل. طري، ما بيقرش، ما فيهوش اللي هو ندغه الشددان. الفيليه جزل. تمام. قشر بياض جميل. المخ طبعا احنا عارفين كله بلدي. اولا يا شيف احنا بنشكرك والله انك انت بتوصل المعلومه زي ما قال الكتاب للمشاهدين، واحنا تحت امرهم في اي وقت. يعني استفادوا من الفيديو ده، واحنا اتشرفنا بيك والله يا شيخ مصطفى. واحنا اكتر يا فندم. وشكرا ليك انك انت بتوصل المعلومه للمشاهدين زي ما قال الكتاب. عنينا ليهم، واي حاجه احنا عنينا ليهم. ماشي يا شيف. انتظرونا ان شاء الله فيديوهات جديده مع الشيف سليم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.